هاي، عاملين ايه؟ النهاردة هجرب معاكم بسكوت طالع ترند جديد. بصراحة انا فكرت اعمل الوصفة دي لان مكوناتها موجودة في البيت وفعلا اقتصادية جدا. هنجيب حوالي 250 جرام بسكوت سادة. استخدمي اي نوع عندك في البيت. هنحطه في الكبة عشان نطحنه كويس جدا، ولو مش عندك كبة حطيه في كيس وانزلي عليه بقى تخطيخ بحاجة كده تقيلة لحد ما يتفتفت معاكي. وبعد كده ما فرمناه هننزل عليه بأربع معالق كاكاو خام. لو انت عندك كاكاو محلى عادي استخدميه، بس قللي السكر البودرة. انا حطيت هنا معلقتين سكر بودرة، وهقلب الخليط كويس جدا لحد ما كله يبقى لون واحد. لو اول مرة تشوفيني لو سمحتي روحي اعملي اشتراك للقناة بتاعتي ولايك وشير لو الفيديو عجبك. وهنا هننزل عليهم ب3 معالق زبدة كبار متسيحين. واهم حاجة في الخطوة دي ان احنا هنقلب البسكوت بتاعنا في الزبدة كويس جدا لحد ما كل حبيبات البسكوت بتاعنا يتغلف بالزبدة كويس جدا. وهفضل اقلب لحد ما البسكوت يتشرب الزبدة كلها. وهنا بقى خطوة مهمة قوي، انا عندي هنا كوباية الا ربع لبن، هنزل عليها بالتدريج على البسكوت بتاعي. وبقولك بالتدريج عشان كل نوع بسكوت بياخد سوائل مختلفة، فما تنزليش مرة واحدة عشان العجينة بتاعتك ما تبوظ. عايزة اقول لكم الوصفة دي حلوة فعلا جدا، وانا كنت اول مرة اجربها وانا بعملها معاكم، وكانوا اصحابي عندي وعجبتهم جدا. لكل عشاق الشوكولاتة هينبهروا بالوصفة دي، وفعلا هي سهلة ومش مكلفة جدا. بس انا هقول لكم على حاجة واحدة انا حسيتها ان هي كانت مضايقاني في الوصفة دي، لو عملتوها بطريقة تانية هتكون اسهل شوية. وطبعا هي مش حاجة جوهرية يعني في الوصفة، بس انا هقولها لكم. هنا بقى واحنا بنقلب اهو البسكوت بتاعي في اللبن ابتدى يتشكل عندي شكل عجينة. هي هتبقى عندي عجينة بتلزق شوية، بس ما تقلقيش خالص من التلزيق ده. هي لما هتخش التلاجة هتتماسك وهتبقى حلوة جدا. هو ده القوام اللي احنا عايزينه بالظبط. هنجيب بقى ورقة زبدة وننزل عليها بالعجينة اللي احنا عملناها. بصوا انا هنا تقريبا كنت حاسة ان الوصفة باظت وما كنتش عايزة اكملها، بس قلت لا انا هكمل لاني مفيش حاجة من الخطوات اللي كانت موجودة انا عملتها غلط. فقلت هكمل لحد الاخر واقول رأيي بصراحة. عشان كده بقول لكم لو حسيتوا حتى ان الحاجة مش طبيعية، انت اول مرة بتعمليها فممكن تكون هي صح، بس انت عشان اول مرة تعمليها مش متمكنة منها. خلاص هنا بقى الحاجة اللي انا ضايقتني ان انا ما كنتش عارفة اشكلها بالشكل اللي انا شفته. موضوع ان انا الف رول ده خلاني كده مش مرتاحة، وحاسة ان ايه ان الوضع عندي مش مظبوط، وانا كنت بلفها وبشد عليها كده وبحاول اخليها بشكل اسطواني. بس انا هقول لكم بقى على رأيي، لو انا هعملها تاني هشكلها على شكل كرات صغيرة. اولا هتكون اسهل وهتكون الكمية اكبر من كده، بس عشان زي ما انا قلت لكم كانت اول مره اعملها، فانا حبيت اعملها بنفس التكنيك اللي انا شفته بالظبط، ما غيرش فيها حاجه. ودي احلى حاجه لما بتيجي تجربي حاجه لاول مره، بتعمليها بنفس الطريقه اللي انتي شفتيها، بس بعد كده بتبتكري وبتعمليها بطريقتك اللي بتبقى بتريحك. هنا قفلته زي البونبونيه كده وهحطه في التلاجة حوالي ساعه. لو مستعجله انا حطيته في الفريزر ربع ساعه، عشان كانوا اصحابي قربوا يجي وانا كنت مصممه ادوقها لهم، عشان ما يبقاش رايي لوحدي ويبقى راي ناس كتير. وهنا بعد ما قعدت في الفريزر حوالي ربع ساعة هقطعها قطع متساوية تكون متوسطة الحجم. طبعا التشكيل والتزيين دي حاجة اختياري، بس بجد كانت حلوة. وعايزة اقول لكم التلزيق اللي كان فيها مش موجود واتقطعت بكل سهولة. وعايزة اقول لك لما تيجي تعملي حاجة لو حسيتي حتى في النص انها بايظة كمليها، لان ممكن تكوني انت ماشية الخطوات صح بس مش عارفة لانك اول مرة تجربيها. وطبعا كل مرة هتعمليها بطريقتك وهتكون احلى واحلى، وكمان هتبتكري فيها. فعلا الوصفة دي كانت جميلة عجبتنا كلنا. ترند يستاهل انك تجربيه، مش مكلف خالص، وقد ايه حاجة حلوة وشكلها كمان كان حلو جدا. هتشوفوها معايا لما نيجي ازينها. لو سمحتي روحي كده اعمليها لاولادك وخليهم يجربوها وقولي لهم ان انتي شفتيها عندي، وعشان يقولوا رايهم بصراحه. انا هنا سيحت كده بديل اللي هي الشوكولاته النوتيلا، يعني حتى ما كانتش نوتيلا، وزينتها بالشوكليت شيبس زي ما انا كده تقريبا شفت في الفيديو. التزيين والتشكيل دي حاجه اختياري، ممكن تحطي مكسرات هتبقى كمان طعمها حلو. كل اللي دقها عجبتهم جدا. انا كمان سبتها في التلاجة ربع ساعة قبل ما اقدمها، قدمتها ساقعة كانت حلوة. حلويات سهلة بسيطة، ما استخدمتيش فيها اي حاجة على البارد، بجد تستاهل تتعمل. بحبكم.